الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التخطيط الاسبوعي. لو ما شفتيهوش هسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ارجعي شوفيه لانك هتستفيدي منه جدا. والنهارده بقى هنتكلم عن التخطيط اليومي، التوتو ليست. ازاي اعمل قائمة مهام يومية، ازاي اعرف انا بكره ورايا ايه واحدد مهامي من بالليل. كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. بس قبل ما نبدا حابه اعرفك بنفسي، انا منى ودي قناتي تعالي نشرب شاي. لو القناه افادتك وعجبتك يا ريت تعملي سبسكرايب وتشتركي في القناه علشان يوصلك اي فيديو انا بنزله، وتعملي لي لايك لانه بيشجعني جدا. وقومي بقى اعملي حاجه دافيه تشربيها وهاتي ورقه وقلم وتعالي معايا. مهم جدا قبل ما ابدا احدد ايه هي المهام اللي المفروض اعملها كل يوم، لازم الاول اعرف ايه هي انواع المهام. وهنا انا هستعين بمصفوفه ايزنهاور اللي بتقسم لي المهام لاربع اقسام: هام وعاجل، هام وغير عاجل، غير هام وعاجل، غير هام وغير عاجل. وهنبتدي دلوقتي نتكلم عن كل نوع بالتفصيل عشان الموضوع يكون اوضح. واول نوع هي المهام العاجله والهامه اللي هي الهام وعاجل. دي مهمه ضروريه لازم انا اللي اقوم بيها وانا اللي انفذها بنفسي وما ينفعش تتاجل، زي الصلاه، زي مهام البيت، زي مذاكرتي مع ولادي عندهم امتحانات ولازم ان انا اللي اقعد اتابع معاهم واذاكر لهم، او ان انا اخلص مهام البيت عندي، ان انا مثلا عندي كشف دكتور فلازم ان انا اروح دلوقتي، شخص مريض ولازم ازوره، المفروض ان جوزي جاي دلوقتي المفروض ان انا احضر غدا. يبقى حاجات ضرورية ولازم اخلصها دلوقتي، ما ينفعش ان هي تتأجل. دي المهام الهامة والعاجلة. يبقى ده كده اول نوع. طيب تاني نوع هي هامة برضو بس مش عاجلة. زي ايه؟ زي ان انا عاملة خطة ان انا احفظ القرآن الكريم، زي ان انا عاملة خطة للقراءة، خطة للرياضة. هي المهام اللي بتغيرنا للافضل وبتحتاج شوية وقت. اي حاجة انت بتعملي لها خطة بتتحط في بند هام وغير عاجل، يعني بياخد شوية وقت عقبال ما بتقدري ان انت تنجزيه. زي ان انا مثلا محتاجة اشتغل على سلوك اولادي او تنمية مهاراتهم، يبقى ده برضك بياخد مني شوية وقت، غير مذاكرتهم لازم دلوقتي، لكن تنمية مهاراتهم وسلوكهم بياخد شوية وقت. زي ان انا مثلا انظم البيت، ان انا اعمل خطة للتخلص من الكراكيب. كل الحاجات دي تحتاج مني وقت، فاي حاجه بتحتاج مني وقت بحطها في بند هام وغير عاجل. طيب النوع الثالث غير هام وعاجل، يعني هي حاجه مش مهمه بس ضروري ان هي تتعمل. زي مثلا الحاجات اللي انا اقدر افوضها لاي حد تاني. اي مهمه تقدري تفوضيها لاي حد تاني بتتحط في البند ده. زي مثلا غسيل سجاد ممكن توديه للدراي كلين، زي مثلا حد يوصل ولادك المدرسه الباص، ممكن مثلا زياره لحد في البيت بس مش زياره ضروريه يعني ممكن تتاجل، مثلا خروجه مع اصحابك. يعني حاجات انت ممكن تفوضيها او ممكن تاجليها. الحاجات دي بتتحط في بند غير هام وعاجل. طيب اخر بند او اخر نوع غير هام وغير عاجل، هي اي حاجه بقى بتضيع وقتنا او اي حاجه احنا بنسلي نفسنا فيها، زي التلفزيون، زي الموبايل، زي مثلا انت خارجه مع اصحابك، يعني اي حاجه انت بتسلي نفسك بيها او بتضيع الوقت، فدي بتتحط في بند غير هام وغير عاجل. طيب هنا احنا قسمنا المهام لاربع اقسام تاني هنقولهم: هام وعاجل، وهنا بختار لهم كلمه انجز، يعني لازم انت تعمليها. وهام وغير عاجل اللي هي خطط، وغير هام وعاجل فوض، وغير هام وغير عاجل اترك. يبقى احنا كده عرفنا سمة لكل مهمة او لكل نوع من المهام. هنبدأ بقى هنا بترتيب المهام وهنبدأ بالاهم اللي هي اول حاجة هام وعاجل. دي اول حاجة لازم انت تقومي بيها في يومك، وبعد كده اللي هو الهام وغير عاجل، واخر حاجتين دول بنخليهم للاخر خالص، يا نعملهم يا ما نعملهمش. يبقى انا بركز على اول نوعين بس، هام وعاجل وهام وغير عاجل. هنبتدي بقى هنا نقسم المهام على الصلوات الخمسة. فانا بعد كل صلاه هبتدي ان انا اخد جزء من المهام. فانا هصلي مثلا وهقرا الورد القران بتاعي، او هصلي واقول الاذكار بتاعتي، او ايا يكن العباده اللي انت بتعمليها بعد الصلاه، وبعدين نبتدي نعمل المهمه بقى بتاعتنا بعد صلاه الفجر. او حتى لو انت مش بتصحي تصلي الفجر يعني اول ما بتصحي من النوم وتصلي الصبح، هتبتدي اول حاجه تعمليها اللي هي الروتين الصباحي بتاعتك، ساعه الانجاز. ودي انا هعمل لكم فيديو خاص بيها، دي الجزء اللي انت تشتغلي فيه على نفسك. وكمان هنعمل ترتيب سريع للبيت، يعني انا بلم البيت بشكل سريع كاني في ضيف جايلي. مثلا بعد صلاه الظهر انا بشوف لو ورايا غسيل بنشره، بغسل، بحضر اكل، لو هحضر غدا بخصصه من بعد صلاه الظهر لحد صلاه العصر. واول لما العصر بيأذن ببتدي اخد بريك وبصلي العصر،
وبعد ما بصلي العصر بدخل على المرحله الثالثه، وهي رعايه اولادي في التوقيت ده، مذاكرتهم وتنميه مهاراتهم، بشوف خدوا ايه، عندهم هوم ورك، عندهم اي حاجه. ببتدي التوقيت ده بفضل انا قاعده مع اولادي من بعد صلاه العصر لحد صلاه المغرب. وفي التوقيت ده بعد ما بنخلص برضك باخد بريك ضروري جدا. انت بين كل مهمه والتانيه بتاخدي نص ساعه بريك اللي هي قبل الصلاه، وبعد الصلاه تبتدي مهمتك تاني. بعد المغرب بنقعد بنتغدى، وممكن نفتح تلفزيون او نقعد بقى خلاص ما بيبقاش ورانا اي حاجه. بنقعد الساعه دي اللي هي الساعه ونص اللي ما بين المغرب وبين العشاء، ممكن بنشوف فيلم او بنشوف اي حاجه على التلفزيون. وبعد العشاء بعمل 3 روتينات، لان طبعا بعد صلاه العشاء بيكون في وقت كبير جدا فاضي، فانا بعمل 3 روتينات. اول حاجه الروتين المسائي للبيت، وده هعمل لكم فيديو خاص بيه. بلم البيت، لازم البيت يكون ليه روتين مسائي عشان ده بيساعدك تاني يوم الصبح. وبعمل روتين ما قبل النوم لاولادي، وده برضك هعمل لكم فيديو ليه. وبعمل روتين العنايه الشخصيه بتاعتي بالليل. لو حابه تغيري اي حاجه في التقسيمه دي، شوفي انتي نظمي يومك على حسب ظروفك. يعني انا بديكي بس الفكره وبقولك انا بمشي الدنيا بالطريقه دي. لو انتي في اي حاجه مش عاجباكي، انتي ممكن تغيري وتعدلي في الخطه على حسب ظروفك انتي وعلى حسب الحاجه اللي انتي بترتاحي لها. بس انا بقولك ان هي دي الطريقه اللي انا ارتحت عليها. مهم جدا ان انا لو هعمل تنظيف عميق لغرفه، او انا مخصصه ان النهارده انا هعمل تنظيف عميق في حاجه معينه، اكون انا عندي اكل جاهز من قبلها بيوم، او اكل بايت، او هتشتري مثلا اكل من بره او ايا يكن. والتوقيت اللي انا مخصصاه للطبخ هو ده اللي انا هعمل فيه التنظيف العميق للبيت. تمام. مهم جدا ان انت تحددي مهامك من بالليل، ما تستنيش تاني يوم الصبح تقولي انا هعمل ايه. لا، من بالليل قبل ما تنامي تبقي محضراها في نوته صغيره او في ستيكي نوت، وتقومي معلقاها على التلاجة قدامك، عشان تبقي انت اول ما تصحي كده تبقي عارفه انت وراكي ايه النهارده هتعمليه، سواء مذاكره لاولادك او حاجه لنفسك او حاجه في البيت او ايا يكن. وبس كده. يا رب الفيديو يكون فادك وعجبك. لو عجبك بقى ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. وما تنسيش ادومها وان قل. باي باي.